فعلها شيجيرو ميامورو، فعلوها إيلومينيشن بتاع المينيونز. فيلم سوبر ماريو براذرز موفي كان رائع، لكن مش الأسباب المنطقية. خلينا نفهمكم يا جماعة. أولا كده لو قلقانين من الكاست الصوتي وكريس برات هيطلع كريس برات، فما تقلقوش، الأداء الصوتي ممتاز جدا، وهتلاحظوا إن جاك بلاك مؤدي صوت باوزر مستمتع جدا بالأداء اللي بيعملوه، مع شوية سلبيات كده من مؤدي صوتي زي كرانكي كونج. رسومات الفيلم جميلة، ويمكن حاجة أنا مخدتش بالي منها كويس، بس الرسومات اللي في الفيلم مش زي الرسومات الثلاثية التقليدية الجينيريك اللي بنشوفها في أفلام زي بيكسار وديزني وحتى أفلام إليومينيشن السابقة. هو غالبا ده بسبب المؤثرات الزيادة عشان عالم الفيلم وعالم ماريو المليء بالألوان وبيسطع بالحياة، بس الرسومات فيها ستايل مختلف شوية عن الشغل الجينيريك اللي بيتعمل من ديزني. واضح إن إليومينيشن بتوع المينيونز عاملين شغل نضيف مع اللي على ديزني وبيكسار نفسهم في عدة أجزاء من الفيلم. مش عيب برضه إن استوديو المينيونز يعمل كده واستوديوهات ديزني لأ، بس احنا لسه في أول السنة ويمكن برضه ديزني أو بيكسار يفاجئونا يعني. طيب لحد كده والفيلم كويس، إيجابيات حلوة، رسومات على أداء صوتي على موسيقى، الفيلم حلو صح؟ يعني أكيد يعني هيكون الفيلم ده مقفل لعبة ممتع وكل حاجة. بصوا هو ممتع بس كده، أهم حاجة وانتوا بتتفرجوا على الفيلم ما تتوقعوش القصة تكون تقيلة خالص. القصة والإخراج بتاع الفيلم مليانين شوية مشاكل مع شوية مشاكل إضافية بمحاولة الفيلم إنه يفهم المشاهدين إيه اللي بيشوفوه وبيشوفوه ليه. الفيلم ماشي أغلب الوقت بمبدأ الكلام ده حصل عشان الكلام ده حصل، تمام؟ ما تسرحش معانا، مفيش منطق ولا بناء في الفيلم. بس افتكروا ان ده فيلم إليومينيشن ونينتندو شغالين عشان عايزين الفيلم دوت يكون فان سيرفيس محترم لكل عشاق ماريو، والصراحة هما نجحوا في الجزئية ديت. سير الأحداث والقصة مش ماشيين أحسن حاجة الصراحة، يعني الفصل الأول من القصة بيمشي كويس جدا وبيبني شخصيات الفيلم كويس جدا، وهتتفاجئوا ان بناء الأخوة ما بين ماريو ولويجي معمول كويس جدا. في الفصل التاني بقى بيتعامل مع الجمهور بأكمله كأنه لعب لعبة واحدة على الأقل من ألعاب ماريو. شوية إفيهات زي The Princess in the Castle على مشاهد شهيرة جدا من الألعاب بتاعت ماريو، المشاهدين هيتحمسوا جدا أول ما يشوفوها. على طول الفيلم بقى هتحسوا إن الفيلم بدأ يجري في الفصل التاني، عايزين نقدم أكتر حاجة ممكن نقدمها للمشاهدين اللي بيحبوا ألعاب ماريو على السريع كده عشان وقت الفيلم، والموضوع يبتدي يتشاف إنه بيأذي سرد الفيلم وبناء أي شيء آخر متوقعينه في الفيلم. تود هيظهر في الفيلم يرمي السلام أنا معاك يا صاحبي من هنا للأبد، مفيش أي بناء ولا منطق ولا أي نيلة. بكل عك كده برضو الفيلم هيلاقي طريقة يخلي الفصل التاني كما كان الفيلم يسير يخلي الفصل التاني ممتع. متعة الفيلم تسير وتزداد، الريفرنسز حلوة، مشاهد الأكشن مع ستايل الفيلم حلوة، والفيلم مش ميت، دي حاجة يتفوق فيها الفيلم ده جدا. واخد بالك يا معلم؟ الفصل التالت فيه حبة بناء على مشاهد أكشن عظيمة بشوية مشاهد كروس اوفر من الألعاب بتاعت ماريو، والفيلم بيعمل كام حركة عشان ترجعنا لنقطة البداية بتاعت الفيلم بمحاولة تبين التغير اللي حصل للفيلم، إن الشخصيات اتغيروا عن اللي حصل في بداية الفيلم. الفيلم على الأغلب مفيهوش قصة، وشفت ناس كتير بتاخد الفكرة ديت أونلاين عشان تلفها بيها عن الفيلم، بس لو أنت ما عندكش قصة أمال عملت الفيلم ده ليه؟ قصة الفيلم لما موجودة في شوية المشاهد اللي تتشاف فيه فهي ضعيفة جدا الصراحة، والفيلم ده ما عندوش أرض ثابتة يقف عليها، وساند جدا على الريفرنسز من الألعاب والشخصيات، وكون الفيلم مجرد فيلم رسومي ممتع، مع ان الفيلم كان ممكن يقدم اكتر. وتاني الفيلم ناجح جدا كونه فيلم هتروحوا تتفرجوا عليه مع الأطفال أو مع العيلة أو مع الأحباب وهتستمتعوا بيه جدا، بس الفيلم مع مشاكله مش وحش، واعتقد ترجعوا تتفرجوا على الفيلم ده اكتر من مرة. الفيلم ده نجح جدا يكون فان سيرفيس محترم للجمهور اللي بيحب ألعاب ماريو، وحتى للجمهور اللي ملعبش ألعاب ماريو بس ما زالوا عارفين هو مين ماريو. لو انا حبيت الخص الفيلم ده في جملة واحدة فهو اعلان طويل حوالي ساعة ونص كده للفيلم التاني اللي هيتعمل، ده بالظبط مجرد اعلان دعائي للفيلم التاني لا اكتر، بس اعلان ممتع. الفيلم التاني هو المفروض اللي هيبان فيه الشغل السينمائي المحترم اللي احنا معديينها للفيلم ده، لان الحق يتقال ماريو مش لعبة ذات قصة قوية جدا بتجذب اللاعبين، ماريو في الاساس دايما بيبقى جيم بلاي، فكون الفيلم دوت كويس الدرجات دي حتى بالغلطات بتاعته يستحق ياخد فرصة ونعدله مشاكله. وعموما اسم ماريو اكبر بكتير من الاسماء اللي عند ديزني وبيكسار، وكده كده الفيلم هيحقق مراده سواء كان فيلم ممتع جدا للجميع او الارباح. ونينتندو مهما كان عندهم اي بيس قوية جدا غير ماريو وعارفين ازاي يلعبوا صح، عشان كده الناس لما بتصدق تصيح
لما ينزلوا لعبة هما مستنيينها من نينتندو للأبد. أما بالنسبة بقى لتقييمات موقع التوتمان المعفنة، فالتقييمين سواء نقاد أو مشاهدين الاتنين عندهم حق. الفيلم أكتر من 3/4 مفيهوش قصة، وده أذى الفيلم. لكن الجمهور العادي والناس اللي بتحب ماريو وعايزين يستمتعوا بيه ويشوفوه على الشاشة، فده فيلم حلو. فما تاخدوش ما بين آراء أي مواقع نقد على النت، وخصوصا مع الفيلم دوت، وبالأخص مع الأفلام الرسومية، عشان نقد الأفلام الرسومية يختلف. وفي ناس كتير بتقيم الأفلام الرسومية حتى مع النقاد على أساس إنها أفلام أطفال وخلاص، فيرجع الحذر بالتعامل مع مواقع النقد. نتمنى بس إن نينتندو إيجي أوانوما يدولنا اللي احنا عايزينه على الشاشة، عشان ده تالت أكبر IP عند نينتندو يا إخوانا. شكرا للمتابعة، وساكن تكلم يومكم. بيس.